كان موجودا في المسيحية ومذكور في العهد القديم والعهد الحديث، وإنه لا يحدد بزوجة واحدة إلا بالمجلس الكنسي، علما بأن هذه المقولة وردت في محاضرة خدتها في الكلية. والعهد القديم لا ننكر أن كان فيه تعدد زوجات تدرج إلى وحدة الزوجة، وبرضه مكتوب فصل في الكتاب عن تعدد الزوجات في العهد القديم وكيف تدرج إلى الزوجة الواحدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على طول أول ما تجيب سيرة تعدد الزوجات يجي في دماغ الناس المسلمين وبس، وكأن محدش بيعدد في الدنيا غيرهم، ومحدش تقريبا يعرف أي حضارات أو ديانات تانية التعدد فيها عادي وموجود ومستمر لحد دلوقتي، سواء كانت ديانات وضعية أو سماوية زي المسيحية واليهودية. والنهاردة معانا موضوع عن تعدد الزوجات في ثقافات وإمبراطوريات وحضارات مش هتخطر في بالك، وهنشوف الكلام ده بعد المقدمة البسيطة دي. اهلا بيكم، انا نور عجلان وانتوا دلوقتي في بنك العلم. اتمنى لو استفدتوا اي معلومة من الفيديو ده تدعموني بلايك وكومنت، ما تنسوش تشتركوا في البنك عشان رصيدنا العلمي يزيد. وأول حضارة اتعرف عنها تعدد الزوجات كانت الإمبراطورية المغولية اللي أسسها جنكيز خان، ودي بتعتبر تاني أكبر إمبراطورية بعد الإمبراطورية الإنجليزية. جنكيز خان لوحده كان متجوز 50 ست، وطبعا كان عنده عيال زي الرز. الناس دي بتتجوز لأنها عايزة عيال كتير عشان حروبها وعشان توسع الممالك بتاعتها، فمن مصلحته إنه يحط على جيوشه ناس من دمه مش ناس غريبة، وعلشان كمان يحط كل عيل من العيال دي على مملكة من اللي هو احتلهم. يعني من الآخر الكلام ده كان متاح للملوك والنبلاء ومش للفقراء عشان ما تفكرش فيها يا فنيلة مخرمة. أما بقى حضارة الأزتك فدي كانت حضارة في أمريكا الوسطى وبالتحديد في المكسيك، وتأسست سنة 1300 واستمرت لحد سنة 1521، يعني 221 سنة. ودي كانت حضارة مشهور عنها التوحش، وإنها بتقدم قرابين بشرية للآلهة اللي هي بتعبدهم، والستات هناك كانوا بيتعاملوا زي السلعة، عبيد وجواري في الأسواق، وزيهم زي إمبراطورية المغول كان تعدد الزوجات مسموح به للملوك والنبلاء بس علشان يبقى عندهم ناس كتير بتحكم البلد من دمهم. ما تفكرش تاني يا ابو فانيلا مخرم. الفقير في حضارة الأزتك كان من حقه يتجوز مرة واحدة بس، وبالرغم من ان الست كانت بتتعامل معاملة سيئة جدا وزي ما قلنا زيها زي العبيد والجواري، بس الكلام ده ما كانش للزوجة الأولى. يعني الراجل يقدر يتجوز مرة واحدة وبعد كده ان شاء الله يتجوز مليون مرة، بس بتفضل الزوجة الأولى هي اللي لها كل الاحترام والحقوق والتفضيل، وهي اللي بتورث وبتتعامل معاملة حسنة. يعني من الآخر باقي الزوجات كده كانوا بتوع رغبات، يعني نقدر نقول عليها عشيقة بس بشكل رسمي، وما كانش لهم الحق في الميراث ولا حد بيعترف بعيالهم إلا القليل جدا اللي محتاج يشغل حد من دمه على ممتلكاته علشان يأتمن عياله على ممتلكاته، زي فكرة عنتر بن شداد كده لما ابوه كان بيحتاج له فيعترف بيه، ولما ما يحتاجلوش يقول له انت ابن زبيبه. ونيجي بقى للحضاره الفرعونيه القديمه. الحضاره الفرعونيه كانت بتسمح بتعدد الزوجات. رمسيس الثاني كان اشهر فرعون مصري، تقريبا كان متجوز كذا ست، بس اجملهم واشهرهم وابرزهم في التاريخ كانت نفرتيتي، غير ان هو كان عنده كتير من العبيد والجواري عشاق ليه. انتم فاهمين يعني ايه ملك عنده عبد واخده عشيق ليه؟ مجتمع المين بيمر في خيالي. رمسيس الثاني كان عنده اكتر من 100 ولد وبنت، وده من زوجاته والجواري بتوعه. اما بقى في الحضاره الرومانيه فكانوا صحيح الملوك والنبلاء بيتجوزوا من واحده بس في العلن، ودول كانوا وثنيين، بس كانوا في السكرته كده بيتجوزوا كتير في السر، وده كان امر شائع. والزوجه الاولى بتكبر دماغها طالما ان هي الوحيده اللي معترف بيها ومعترف بولادها في عرفهم وفي قوانينهم. عمك فالنتين اللي احنا بندلعه ونقول له يا فالنتين وبتاع عيد المحن ده اللي الناس واخداها رمز للحب، كان مقضاها بالطول والعرض، وهو بقى بنفسه اللي اصدر مرسوم بقانون بيبيح تعدد الزوجات يا حبيبي، رغم ان ده كان بيتعارض مع قوانين الرومانيه في الوقت ده. شفتوا بقى اللي بتحتفلوا بيه طلع ايه؟ طلع فلاتي. اما في الحضاره الفارسيه فالموضوع كان مليط على الاخر لاخر ما عقلك يتخيل. في الحضاره الفارسيه الستات برضو كانت سلعه رخيصه وبتتعرض في السوق للبيع، وتعدد الزوجات بقى كان حاجه عاديه جدا في الحضاره الفارسيه، علشان كانوا بيدخلوا في حروب كتير وبتموت منهم رجاله كتير وهم عاوزين ولاد ذكور،
برضه، فكان التعدد عندهم شيء عادي جدا. هم عاوزين يكتروا عددهم عشان الحروب، بس للأسف الموضوع ده انحرف بيهم لمستوى قذر جدا من التفكير، لدرجة انهم بقوا يتجوزوا من المحارم. الاب يتجوز بنته، الاخت تتجوز اخوها، الواد يتجوز امه، اللي يجي في سكتهم بقى كانوا بيتجوزوه. الراجل يجمع بين اختين عادي. الكلام ده استمر لحد ما راح لهم الفتح الاسلامي وحرم عليهم كل العك ده. ونروح بقى عند الصينيين، برضه التعدد كان شائع في الحضاره الصينيه القديمه. والصين القديم قبل ما يتكسر، قصدي قبل ما يتغسل، قبل ما يجرى له اي حاجه، كان له الحق ان هو يشتري كذا جاريه ويفضلوا عنده يستمتع بيهم، بس بشرط ان مراته توافق. طبعا نفسكم تروح الصين دلوقتي، اقعدوا الكلام ده خلص. ونفس اللي كان بيحصل في حضاره الازتك، كانت الزوجه الثانيه لها قيمه اقل في المجتمع وبيعتبروها زوجه من الدرجه الثانيه. حتى لو لاحظتوا احنا عندنا كمسلمين وعرب بنعتبر ان الزوجه الثانيه دي درجه ثانيه واولادها درجه ثانيه وخطفت رجاله، مع ان الدين عادي بيبيح ده، بس المجتمع مش بيتقبله. نفس الشيء على اولادها، وده اللي كان بيحصل في الصين. ولاد الزوجه الثانيه برضه عيال درجه ثانيه. الصينيين بقى قال لك الزواج الثاني ده وسيله لتحسين الناس. ليه يا اخويا، كنت هتطول ولا عينيك هتوسع؟ وزي العاده كان اللي معاه فلوس بس هو اللي بيقدر على كده. يعني تحميد ربنا على فقر جوزك يا موكوس. حاليا مجموعات الناوتل اللي هي في المكسيك في ولايه فريكروز لسه بتمارس التعدد. ونيجي بقى للتعدد في شبه الجزيره العربيه. تعدد الزوجات في شبه الجزيره العربيه كان امر بديهي جدا وشائع جدا، بالذات بقى ايام الجاهليه. دول الناس كانوا بيحبوا بعض على بق ميه، فطبيعي يفكروا في تعدد الزوجات عشان عيالهم تبقى كتير. كان تعدد الزوجات والعاشقات والجواري امر عادي جدا ايام الجاهليه. الراجل بيبقى معاه فوق ال50 عشيقه او زوجه وجاريه، مش عارفه بيجيب لهم صحه منين. فالاسلام لما جه قانن التعدد مش اباحه، بس الرجاله عاوزه تاخد من الدين اللي على مزاجها. وبرضه كانوا النبلاء وتجار الجاهليه الاغنياء هم اللي بيعملوا كده، كانوا بياخدوا كذا عشيقه وكذا جاريه. ومن ابرز الناس اللي عملت كده قيس بن حارس، كان متجوز 8 ستات قبل ما يدخل الاسلام. ونيجي بقى للمسيحيه اللي لسه عندهم طوائف بتعدد. كان موجودا في المسيحيه ومذكور في العهد القديم والعهد الحديث، وانه لا يحدد بزوجه واحده الا بالمجلس الكنسي، علما بان هذه المقوله وردت في محاضره خدتها في الكليه. والعهد القديم لا ننكر ان كان فيه تعدد زوجات تدرج الى وحده الزوجه، وبرضه مكتوب فصل في الكتاب عن تعدد الزوجات في العهد القديم وكيف تدرج الى الزوجه الواحده. والطائفة اللي بتعدد دي اسمها طائفة المورمون، ودي طائفة متشددة جدا ومتمسكة جدا بالتوراة والعهد القديم. ودي أسسها جوزيف سميث سنة 1831. وجه عمك جوزيف سميث ده قال لك أنا جالي وحي إلهي وقال لي إن الرجالة لازم تعدد، وتم نشر الوحي ده بنجاح في المبادئ والعهود الكنسية. وبكده بدأ طريق طويل جدا من الخلافات بين الدولة وأعضاء الطائفة دي من المسيحيين. ولما أمريكا ضغطت عليهم جدا في حوار الجمع بين زوجتين، المورمون دول هاجروا لكندا والمكسيك، وهناك عايشين حياتهم وبيمارسوا التعدد عادي. وبما ان الكنيسه نفسها ما بقتش عاوزه تجيب لنفسها وجع الدماغ، بدات تحدد لهم الشروط المسموح بيها علشان التعدد يحصل. ولكن لسه لحد دلوقتي التعدد موجود وبيمارسوه. المسيحيين بيقولوا ان ده كان متاح في العهد القديم فقط، وده كلام البابا شنودة نفسه اللي اتحط في اول الحلقه علشان الناس تتكاثر وتضحك. طب ما هو كده كان الاولى بقى ان ربنا يخلق ادم ومعاه 40 ست مثلا والناس تكتر اسرع. وبعدين ايه هو الكتاب اللي يجيب نص وبعدين يتم التدرج في النص ده لحد ما يتمحي ويتحط غيره من قبل المجمع المقدس؟ مش منطقيه بصراحه، ورده مش منطقي. ونيجي بقى لظاهره التعدد عند اليهود. التعدد عند اليهود امر مباح ولسه موثق في كذا نص في التوراه القديمه. سيدنا سليمان عليه السلام كان عنده اكتر من 700 زوجه وجاريه، وسيدنا داود ما كانش استثناء، هو كمان كان عنده اكتر من كذا زوج، وسيدنا ابراهيم وسيدنا يعقوب. وجه الحاخام جرشوم ابن يهوذا وقال ان مفيش تعدد في اليهوديه، بس غالبيه الطوائف ما سمعتش كلامه ومستمرين في التعدد. والامور دي كلها موثقه عند اليهود في التوراه اللي هو العهد القديم، وربنا يسترها. هو اللي يقدر فيكم يعدد يبقى يعدد. وبقابلوني في الهندوسيه بقى، كريشنا اله الهندوس كان عنده 16108 زوجه، تقريبا اتجوز كل النسوان اللي امنت بيه. وبس كده خلص موضوعنا النهارده.
واتمنى يكون عجبكم، واتمنى تدعموني باشتراك ولايك وكومنت حلو زيكم كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.